صباح الخير إن كان صباحا، ومساء الخير إن كان مساء. معانا ورقة 10 جنيه مصري، إصدار قديم بتوقيع محمد إبراهيم عبد الفتاح، محافظ البنك المركزي، اللي تولى محافظ البنك المركزي خلال الفترة من سنة 1976 حتى 1981. والورقة دي زي ما احنا شايفين كده دي إصدار سنة 1980. الكود اللي تحت ده هو اللي بيرمز بتاعه. هو مكتوب 170608. دي اللي هي بترمز للسنة سنة 80. و ادي الوجه الأول من العملة. شوف مع بعض الوجه التاني. الوجه التاني للعملة. عايز اقول لحضراتكم ان التصميم ما اتغيرش كتير من لحد الطبعات الأخيرة اللي كانت بتوقيع المحافظ الأستاذ طارق عامر. نفس التصميم تقريبا، ما اتغيرش كتير. الورقة دي يا شباب بتعمل لها حوالي 30 جنيه. وهي إلا إذا كانت خارجة كأنها بتدبح كده، كأنها لسه خارجة من المطبعة. دي اللي ممكن توصل 50 جنيه. وطبعا انت لما يبقى في باكو كامل مع بعضه متسريل، هو بيبقى باكو 100 ورقة يعني متسريل بالأرقام بتاعته، ده ممكن تشتريه بسعر تاني، دي بيبقى وضع تاني. لكن هي بحالتها كده ممكن كمان على فكرة، عشان دي عندي كمان عشان عليها كتابة، فهي بيبقى 15 جنيه الصراحة. اللي معايا دي عشان عليها كتابة تمنها 15 جنيه. الرقم زي ما انتوا شايفين اهو مكتوب عليه 82. بس لكن هي كده ده السعر يعني يا جماعة، زي ما اقول لكم يا شباب. عموما اتمنى ان حضراتكم تشتركوا في القناة وتعملوا لايك وسبسكرايب في القناة وتدعمونا حتى يصلكم كل جديد، ودعمكم لينا دوت يشرفنا طبعا. والى اللقاء في حلقة قادمة بإذن الله.